اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده سهل خالص وبسيط، هنتعلم مع بعض عن البريبوزيشن اللي هي حروف الجر. طيب هناخد حرف جر لوحده، اوكي؟ يعني النهارده هناخد مين؟ هنتعلم عن حرف الجر ان. طيب هو اسمه ايه؟ ان. طيب اول حاجه نعرف البريبوزيشن ان ده بيجي مع ايه. اول حاجه واشهر حاجه ان البريبوزيشن ان ده بيجي مع الشهور. بيجي مع ايه؟ الشهور، month of the year. طيب ازاي بقى؟ طيب فانا اقدر اقول ايه؟ in May, in July, in August وهكذا. يبقى preposition ان بيجي مع ايه؟ شهور. ان شهور، ان شهور. خلاص اتفقنا؟ تاني حاجه بيجي معاها preposition ان وهي years، السنين. زي مثلا ايه؟ اقول in 1999. طيب إيه مثلا اقول in 2015. يبقى تاني حاجة in years، in سنين. يبقى in months، in years. تالت حاجة بيجي معاها preposition ان وهي seasons، اللي هي المواسم، الفصول بتاعت السنة. فأقول ايه؟ in spring، in winter، in summer. preposition ان بيجي مع big countries، الدول الكبيرة. زي مثلا ايه؟ أقول in America، in Egypt وهكذا. نيجي بعد كده preposition ان بيجي مع فترات اليوم. ازاي؟ اقول in the morning، الصبح، in the afternoon، الظهر كده، in the evening، بالليل. طيب ممكن كمان يجي مع الاوقات. اقول مثلا in 1 hour، in 3 weeks. in هنا معناها مش في، معناها في خلال، يعني في خلال ساعة، في خلال 3 أسابيع حصل كذا. فهمنا؟ نيجي بعد كده preposition ان بيجي مع الأماكن. ازاي؟ زي مثلا أقول in the kitchen، في المطبخ، in the room، في الأوضة، in the book، في الكتاب. وهنا معناها بالداخل، جوه الحاجة. فاهمين قصدي؟ طيب نيجي بعد كده لآخر حاجة وهي ان preposition ان بيجي مع المواصلات. ايه ده؟ ايه علاقة ان والمواصلات؟ انا طول عمري عارفة ان المواصلات بيجي معاها preposition تاني خالص. طب ايه علاقة ان بقى بالمواصلات؟ هقول ساعات بيجي قبل وسيلة المواصلات أداة معرفة، زي مثلا letter A، ذا كده. فاحنا ساعتها نعمل ايه بقى؟ ساعتها انت لازم تجيب preposition اسمه ان. طيب ده مع ايه؟ ده مع الكار والتاكسي. ازاي؟ انا مش فاكر. كل الحكاية ان انت في الكار والتاكسي انت جوه الحاجة، قاعد جواها، بقيت اكنك فيها، اكنها علبة كده وانت جواها، ما ينفعش تقوم تقف. طيب حد يقول لي لا احنا العربية بتاعتنا مفتوحة وكده ونعرف نقف، دي حالة نادرة يعني، تمام؟ وده وضع مؤقت، اكيد هتقعد بعد شوية. طيب فبالراحة كده انت جوه الكار والتاكسي، بقيت جواهم، بقيت فيهم. هتقول ايه؟ in a car، in a taxi. خلاص اتفقنا؟ لما تبقى جوه وسيلة المواصلات قاعد جواها ما تقدرش تقف، قول ايه؟ ان، بقيت جواها فيها كده. خلاص اتفقنا؟ يبقى نراجع مع بعض preposition ان بيجي مع مين؟ number 1 months، number 2 years، number 3 seasons، number 4 big countries، number 5 parts of the day اللي هي فترات اليوم، number 6 with the places مع الاماكن، number 7 with transport مع وسائل المواصلات. خلاص اتفقنا؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده. اتمنى يكون مفيد بالنسبة لنا.